السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم على الهواء مباشرة من تونس العاصمة، وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث الثورة. ضيفنا اليوم هو الوزير الأول التونسي الباجي قائد السبسي، وهو نجم سياسي مثير للجدل بامتياز، حيث جاءت به الثورة التونسية إلى موقعه بعد إسقاط سلفه محمد الغنوشي في مظاهرات غاضبة وقعت في 17 من فبراير الماضي في تونس، أي بعد أكثر من شهر من الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقد تعهد السبسي في خطاب ألقاه بعد تكليفه بنقل البلاد بخطوات ثابتة نحو المستقبل، وأن يحقق المطالب التي قام الشعب بثورته من أجلها. ولد الباجي قائد السبسي في سيدي بوسعيد في شهر نوفمبر من العام 1926. درس الحقوق في جامعة السوربون في باريس، وانضم للحزب الدستوري الجديد، وتعرف على بورقيبة في باريس. عاد إلى تونس في شهر يوليو من العام 1952 واشتغل بالمحاماة، ثم التحق بديوان الرئاسة، حيث عمل مع الحبيب بورقيبة وزيرا للداخلية ثم الدفاع ثم الخارجية. وقد ساءت علاقته مع زين العابدين بن علي الرئيس المخلوع، وعادته الثورة إلى السلطة مرة أخرى وزيرا أول في هذه المرحلة الانتقالية. مع الوزير الأول، مرحبا بك. مرحبا بك وبالجزيرة. أهلا وسهلا. أشكرك على تقديرك لنا وللجزيرة وقبول هذا الحوار رغم أنك مقل في حواراتك، وأشكرك ثانيا على إهدائك كتابك عن بورقيبة لي. طوال أيام وجودي في تونس ذهبت إلى الجنوب وإلى الشرق وإلى الغرب تونس بلد مفتوح. نعم. لم تكن مفتوحة لي من قبل، الآن مفتوحة. جلست مع الناس. هذا تغيير. نعم، جلست مع الناس في الأسواق وفي المقاهي، تحدثت مع الناس، وجدت قلقا كبيرا لدى الناس على مستقبل الثورة. ما الذي لديك كمسؤول سياسي أول في هذه المرحلة لتطمئن به التوانسة؟ أولا، الثورة كانت نتيجة تراكمات ونتيجة ضغط ونتيجة استبداد، فبالطبع يعني هنالك انتظارات كبيرة وطلبات كبيرة. في الحقيقة يصعب الاستجابة إليها من أول وهلة، لأن مهما كان الشخص ليس له عصا سحرية. الرئيس السابق، والحق يقال ولو أني لا أريد أن أتكلم عن ما سبقنا، يعني احتراما للدولة، احنا عندنا مفهوم الدولة تربينا فيها عشرات السنين، يعني ترك البلاد في حالة تعيسة، يعني بعجالة. هي لم تكن دولة مثلا، كانت قطاعية له ولعائلته، لكن مع هذا فبقت الدولة صامدة وزال الغش وبقي الأصل، والأصل بقي شامخا، لأنه عمل 50 سنة تاع مناضلين ضحوا من أجله، وهم الآن توا يعني التحقوا بجوار ربهم تعالى. القلق يستبد بالناس بشكل صحيح كبير. صحيح. يعني تركنا البلاد فيها بطالة، بلاد صغيرة 10 ملايين سكان، 3 ملايين ونصف يعني قابلين للعمل، فيهم 700 ألف بطال عندهم الشغل، وفيها 700 ألف، فما 150 ألف لهم شهادات عليا وليس لهم شغل. بالطبع يكونوا قلق. احنا في أول الاستقلال كنا نحاول باش نقاوم الأمية، الآن أصبحنا أمام تحدي آخر، واللي يدل على نجاح السياسة اللي تهجناها في 50 سنة في تعميم التعليم. يعني مشاكلنا مع البطالة تاع المثقفين، وهذا شيء صعب جدا. وفي الحقيقة أقول لك، أنا بكل صراحة أن هذا من طبعي، يعني ما عنديش لوثين. يعني احنا في فترة انتقالية، والشيء اللي وصلت له أنا بالتجربة نتاعي الآن في هالمدة هذه هو أن يعني الحفاظ على الحرية اللي وصلنا لها بالثورة أصعب بكثير من افتكاك الحرية إلى المستبد. هم يقولون، الناس تقول نحن نخشى أن تنتهي الثورة في النهاية إلى الحصول على حرية الكلام فقط، وليس تحقيق المطالب الأساسية التي قامت من أجلها الثورة. هذا غير صحيح. هذا يفكرون هكذا، لكن الواقع
يقيم الدليل ما على هي عكس الضمانات ذلك. ما هي الضمانات التي تقدمها أنت الآن كوزير أول إلى الشعب التونسي حتى يطمئن إلى أن ثورته لن تسرق ولن تختطف؟ الثورة احنا ماشيين في اتجاه إقامة نظام ديمقراطي، والثورة ليست هي ديمقراطية، لأن ممكن أن تنزلق، والثورات في العالم أجمع معروفين يعني ينزلقوا إلى حمامات دم. احنا الآن قاعدين نصون في هذه الثورة ومكاسبها حتى نوجهها في الطريق ماذا الصحيح. تفعل لتصون الثورة وقد تعهدت للناس في اليوم الأول حينما كلفت بالحكومة أنك تتعهد للناس بالحفاظ على ثورتها ونقلها إلى المستقبل؟ هو في الحقيقة الثورة من قام بها؟ الشعب. قام بها شباب. الشعب كله. طبعا الشعب قابلت شبابا وشيوخا وكل شيء. الشعب التف حول الثورة، ولكن قاموا بها شباب عد مناطق، والشباب هذا كان غير مؤطر وليس له زعامة وليس له إيديولوجية لا دينية ولا غير ذلك. فبالطبع من واجب الحكومة أن تحضن هذا التمشي وتجنب الشعب ممن يريد أن يركب على الحصان وهو يجري. لكن الشعب يقول نحن قمنا بالثورة ولا زال رجال بن علي يحكموننا إلى اليوم. مش صحيح. لماذا غير صحيح؟ حكومتك أنت الآن التي أنت وزيرا أول لها أنت لم تشكلها، هي حكومة محمد الغنوشي، مش صحيح، باستثناء وزير الداخلية الذي غيرته لأنه تحدث عن حكومة خفية موجودة في تونس. غير صحيح. قل لي ما هو الصحيح. لماذا؟ لأن الحكومة هذه تكونت باعتبارها حكومة وقتية وحكومة تصرف، وحكومة التصرف شكلها الغنوشي وليس الباجي قائد السبسي. الغنوشي شكل حكومة أولى وسقطت، وشكل حكومة ثانية بعد الضغوط اللي جاء ودخل فيها عناصر جديدة وما كانش فيها عناصر من حكومة بن علي. بدأ ننصف البشر، ولأنه الغنوشي الآن غايب وكثرت عليه الانتقادات، ولكن مش كلها صحيحة. أنا شخصيا لما جيت إذا كان دور الحكومة هو في تصريف الشؤون، فالأحسن نحافظوا على العناصر التي تحسن تصريف الشؤون. أما تفكر في تغيير الحكومة أو تبديل بعض وزرائها من المغضوب عليهم أو ممن لم يحسنوا أداء دورهم إلى الآن؟ هذا خبر سابق، هذه سابقة سميوها. احنا ممكن كل شيء، ما فيش شيء نهائي، لا يوجد شيء نهائي. ما دام قلنا وقتي، حكومة وقتية حتى أفرادها وقتيين. الانتخابات تأجلت إلى شهر أكتوبر. شهر أكتوبر أصبح أمامك 5 أشهر. بارك الله تستطيع فيك. أن تشكل حكومة جديدة باختيارك أنت وبرجالك أنت. صحيح. هذا ما ستقوم به؟ أنا رجالي هم رجال تونس، ما عنديش رجال خاصة وما عنديش الأنصار الذاتيين. أنا ضد الأنصار الذاتيين، حتى مع بورقيبة لم أكن من أنصاره الذاتيين، كنت من أنصار سياسته لأنها في نظري كانت سياسة حكيمة، وهي السياسة المطلوبة بتونس والتي حققت أهداف كبيرة لتونس. بورقيبة أناقشه معك في الشاهد على العصر، أنا الآن في حديث الثورة. لا، أنا لا أرغب أن أناقش معك بورقيبة لأني أعرف نظريتك في بورقيبة. لكن هذا لن يمنعك من الحوار. تمام. أعود إلى الآن إلى ما يسأل عنه الناس. إذن من الوارد عندك الآن أن تقوم بتغيير كلي أو جزئي في الحكومة. وفي الحقيقة أن أقوم أيضا بضبط خريطة طريق جديدة. قل لي بقى ما هي معالم خريطة الطريق الجديدة من اليوم وحتى أكتوبر 23 أكتوبر موعد إجراء الانتخابات؟ احنا لما كونت الحكومة هذه أنا قابلتها على أساس خريطة طريق معينة. نعم. هو كونه إجراء انتخابات يعني لمجلس تأسيسي، وتكون الانتخابات يوم 24 جويلية. مظبوط. وقابلت على هذا الأساس وأخذت الموافقة أن يوم 24 جويلية الحكومة تنسحب. تم الامتداد إلى 3 أشهر. لماذا؟ لأنه كان فما صعوبة في احترام هذا الأجل. نحن موافقون الآن ما هي خطتك من اليوم إلى 23 أكتوبر؟ الآن أولا الساعة احنا مشينا بخطوات لا يستهان بها. أولا الساعة احنا تقريبا حققنا الاستقرار الأمني. لا. قلت تقريبا. لا، أنا أختلف معك، الناس يختلفون معك. في كل المناطق التي ذهبت إليها الناس تقول لي نحن لا نشعر بالأمن إلى الآن. في تالا الشرطة لم ترجع إلى تالا إلى اليوم منذ أن خرجت في 12 من يناير. ولهذا قلت لك تدريجي، احنا في نسق تصاعدي تدريجي، وقلت لك تقريبا. من فضلك إذا كان نعطيك جواب امشي قد تقدم معه. شو يقولوا الناس؟ أصل تقريبا يعني 90% مثلا. لا
هي 90%؟ هي تقريبا. أنت تؤكد الآن أنك حققت ما يقرب من 90% من الأمن؟ تماما. الشعب ومسؤول عن هذا أمام الشعب؟ والشعب الكل يظن هكا. الشعب الكل يظن. الشعب شاهد بتفضل. ناهيك أن يوم أن أعلنا على أن الانتخابات ستكون يوم 23 صار اتفاق عام. هذا يعني إيه؟ وأنا فيه ثقة متبادلة، وأنا إنسان ليس غبي في السياسة. أنا أعرف أن يوم أن دخلت الحكومة شرطت أن الحكومة تنتقل إلى مكانها الأصلي في القصبة، لأن القصبة كانت محتلة. نعم. ولم أفعل شيء. خرجوا بأنفسهم بدون ضغط وبدون طلب، لكن رجل السياسي لابد أن يفهم ما هي الرسالة. الرسالة: احنا توسمنا فيك الخير، أيوة، ووضعنا ثقتنا فيك، فلا تخيبنا. وفعلا قمنا بالعمل. أولا ساعة في استثمار. قل لي الآن، تقول أنك تقريبا حققت الأمن. تقريبا، ونجم نقول يعني في حكم المنتهي الأمن. ثانيا أن خلينا بالاعتبار الأوضاع تاع المناطق المنكوبة في الحقيقة، اللي أن الحكومة السابقة لم تهتم بها. يعني كان 80% من إنتاج البلاد وإمكانياتها مخصصة للشواطئ، صح، حتى يجيوا الناس يعوموا في البحر وكذا، والشمس هي ما عند ربي إن شاء الله. ولكن الآن الميزانية هذه نتاع الدولة نتاع العام هذا بدلناها، وافقنا عليها تو أسبوعين. يعني 80% من الميزانية إلى المناطق المحرومة اللي كان. يعني المناطق المهمشة الآن في الجنوب والجنوب الأوسط والغرب تماما 14 ولاية، 14 ولاية من الشمال إلى الجنوب. ماذا ستفعل لهؤلاء الناس الذين مررت بهم فوجدتهم جميعا يجلسون على المقاهي لأنهم دون عمل؟ صحيح، لأن ثم ويعيشون عيشة بائسة. أولا حاجتين. الحاجة الأولى عملنا مشروع استعجالي وممول بالأموال التونسية الفحلة، وفيها مشاريع مضبوطة وممولة في هذه المناطق، وستبدأ بدأوا يركزوا فيها وإن شاء الله. يعني من هون يعني قبل ما نوصلوا 23، لأن أنا وعدت باش. يعني هناك أشياء ملموسة قريبا سوف يجيها الناس. أنا علاش وعدت 23 يوم؟ قلت يوم أن أغادر الحكومة أريد أن أبقي تونس في حالة أحسن من اللي وجدتها، لأني إنسان موضوعي وإنسان واقعي. لا أظن أن وفي النهاية الآن الشعب يحاسب. وهو كذلك. الشعب سيحاسبك يوم 23 أكتوبر. الحكومة يعني ما هيش معناها معصومة من المحاسبة. يعني لابد أن. ثالثا، ماذا حققت؟ ماذا حققت إيه؟ أنت تقول لي أنت الآن في المرحلة الانتقالية حققت 90% من الأمن، أجريت مشروعات عاجلة إلى المناطق المحرومة في الجنوب والغرب. ثم أعددنا مشروع هام جدا سيغير تونس، الأرض غير الأرض. تونس كلها؟ ما هو؟ يعني مشروعنا اللي عملناه فيه يعني استثمار ب 125 مليار دولار، باش يبدا تنفيذه. 100 مليار دولار حقوها. رجعني في الرقم تاني. 125 مليار دولار. نعم. على كم سنة دول؟ على 5 سنوات فقط لا غير؟ لا غير. ده انتوا هتطلعوا القمر لو عملتوا 125 مليار. القمر خذوها الامريكان قبلنا، احنا نمشيو على الارض. سر نستعطى في الهواء رويدا، لا اغتيال على رفاة العباد. 125 مليار، من اين هذه الاستثمارات؟ استثمارات اولا من اموال الشعب، لانه حقها من استثماراتنا العاديه، ثم هذا اتفاق قدمناه للدول الثمانيه العظمى. حضرنا. هذا يراه الناس استعمارا جديدا. غالطين هذوك، ناقصين وعي. يعني الخيار مش في هذا، هو الخيار ساعة نقعدوا في البطالة وفي التخلف، أو نخرجوا من التخلف ونخرجوا كما نقولوا احنا في تونس العجلة من الكرين، وهذا ما يمكنش باش يقع بخلاف الاتجاه هذا. لماذا؟ لأن ما يخلق الشغل هو النمو. النمو اليوم في تونس في عام 2011 ما بين 0 و1، وهذا ما ينجم يحقق إلا 16,000 شغل إضافي. نعم. ونحن عندنا 700,000 بطال، وعندنا كل سنة 80,000 زايدين، بحيث المعادلة مش مستحيلة لو نقعدوا نخموا فقط كما يخمم رجل الشارع. طب قل لي ال 125 مليار. نعم. حينما ستترك أنت، أو من المفترض أن تترك في 23 أكتوبر 2011،
كم من المبالغ هذه تضمن وجودها وصولها إلى تونس والبدء في استثمارات حقيقية؟ وتقريبا مش كل يعني، لأن احنا العام الأول هو 5 مليار دولار. 5 مليار. 5 مليار دولار. وال 120 هيجوا بعدين؟ هذوك يعني الشعب هو اللي باش يجوا بعدين، ثم أمور عاجلة وأمور آجلة. احنا عملنا البرنامج على 5 سنوات، ولكن احنا ما نكونوش هوني، لكن احنا ما نخموش على نجاح حكومتنا، احنا نخموا على نجاح طيب تونس. أما تعتقد أن الأولى أن تركز على دورك الآن من الآن وحتى 23 أكتوبر، وأن تترك السنوات ال5 القادمة إلى الحكومة التي يمكن أن ينتخبها؟ يعني أن نخلي الحال على ما هي عليه. إذا كان هذا هو الرغبة، أنا أنا نحب ماشي في التوافق. عندي آراء وعندي مساهمة وعندي توجه. هل تضمن أن الحكومة القادمة ستبني على مجبورة تماما؟ يعني أنت الآن ترسم الطريق لمن سيأتي بعدك. أرسم الطريق الصحيح. وش عرفك أنه صحيح؟ أنا أقول صحيح. أنت تقول الصحيح باجتهادك ويحكم الناس عليه، والمعارضين يقولوا سيء. نعم. وقت اللي ياخذوا الحكم هم يعملوا شيء آخر. أنا مطلوب، لكن رجل الدولة ورجل السياسة مطالب بالنتيجة. أنا لم آتي هنا لألمع صورتي، أنا فيه الكفاية، كنت وزير الداخلية، وزير الخارجية، وسفير، وكفاء. هل الرجال الذين معك الآن من الوزراء قادرين؟ أحسن فريق من الناحية الفنية. معنى كده مش هتغير منهم حد؟ الله أعلم. كله آت قريب.